تخيل ان الموبايل الجديد اللي في ايدك ده واللي دفعت فيه مبلغ وقدر ولا جديد ولا بطيخ، ده قديم ومعتق وتكنولوجيته اصلا عفنت وريحتها طلعت من الركنه في الادراج. اخي البني ادم العزيز، احنا عايشين في الماضي. عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه حاليا هو مش عصرنا، ده عصر اللي قبلنا بس عصروه علينا متاخر. اصبر عليا وهفهمك كل حاجه. بص يا سيدي، الموضوع باختصار احنا بنستخدم اجهزه قديمه وبراءات اختراع عليها تراب، الشركات مش بتعلن عنها الا بمزاجها وبالقطاره. ليه بيعملوا كده؟ وليه التكنولوجيا اصلا بتوصل لنا بالقطاره؟ هل ده عجز من العلماء؟ خليك معايا لاخر الفيديو علشان هكشف لك بالادله والاسماء ازاي الشركات بتفرمل التطور قصده ومتعمده، وهقول لك في النهايه على الحقيقه الصدمه والمفاجاه اللي مخبيينها عننا علشان نفضل نشتري. سؤال بيطرح نفسه، تفتكر ابل وسامسونج خلصت افكارهم؟ يعني خلاص كل سنه التجديد يبقى في حاجات طفيفه لا تذكر؟ الكاميرات بالطول ولا بالعرض ولا حتى سامبوكسات هو ده كل اللي عندهم؟ الحقيقه لا. الإجابة في عبارة ادخار التكنولوجيا، استراتيجية مدروسة علشان يحافظوا على السوق ودورة الأرباح، لأنهم لو نزلوا كل حاجة عندهم مرة واحدة هيحصل فيهم حاجتين، الاتنين بالنسبة ليهم أسوأ من بعض، الاتنين كابوس. الأولانية إن لما تجيب آخرك هيجي حد ويعلي عليك، لما تطرح أحدث ما عندك هيجي محنك يحنك عليك ويطور عليك ويركب هو سباق التكنولوجيا. وده له مثال هوضحهولك بس خليك معايا لما نقول الحاجة التانية اللي بيخافوا منها. الحاجة التانية اللي بتخاف منها الشركات هي اختلال سلسلة خطوط الإنتاج اللي بيستثمروا فيها. يعني أنت طرحت مليون جهاز بتكنولوجيا معينة، لو نطيت نطة رهيبة في الجيل التاني، الجيل اللي قبله اللي لسه بينتج او على الاقل لسه بيتباع هيموت. فبيعملوا ايه؟ بيفرملوا التكنولوجيا. والموضوع مش بس تاخير تكنولوجيا، ده كمان تقليل عمر الاجهزه علشان تبيع اللي بعده. الحقيقه دي مش مبالغه، خدمه الابحاث في البرلمان الاوروبي نفسها بتعرف مصطلح التقادم المخطط بانه تعمد تقصير عمر السلعه علشان تشتري غيرها، ورصدوا حالات اشتباه كتيره في الالكترونيات لدرجه ان فرنسا جرمت الموضوع ده بقانون رسمي. وخد عندك كمان وثيقة المفوضية الأوروبية المديرية العامة للبيئة قسمت التقادم ده لأنواع: تقادم في التصميم علشان الجهاز يبوظ بعد عدد مرات استخدام معين، وتقادم غير مباشر بإنك ما تلاقيش قطع غيار، وتقادم برمجي لما تحديث السيستم يفشخ الجهاز، وأخيرا تقادم شكلي بتعمله الإعلانات علشان تحس نفسيا إن جهازك بقى قديم وخردة مع إنه شغال زي الفل. بمناسبة نفسيا، ابقى ارجع اتفرج على حلقة الغالي تمنك فيه اللي اتكلمنا فيه عن الاستراتيجيات النفسية في البيع، هتلاقي اللينك هنا وهسيبهولك في صندوق الوصف. المهم اخي البني ادم العزيز، الكلام النظري ده بتاع التقدم المتعمد شفناه عملي في فضيحة باتري جيت لما ابل اعترفت في بيان رسمي سنة 2017 انها بتبطئ الايفونات القديمة عمدا بتحديث سوفت وير. قال ايه؟ علشان تحافظ على البطارية. وده خلى جهاز الرقابة على المنافسة في فرنسا يفرمهم ويغرمهم 25 مليون يورو. واعتبرت منظمة هوب المناهضة للتقادم المخطط الغرامة دي بمثابة انتصار تاريخي للمستهلك، مع ان ابل كسبت بحركتها اضعاف ال 25 مليون اللي دفعتهم غرامة باجبار الناس على شراء اجهزة جديدة. طيب احنا بنغير موبايلاتنا كل قد ايه؟ دراسة نشرتها مجلة ساينس دايركت العلمية في 2025 قالت إن متوسط عمر الموبايل في إيد المستهلك الأمريكي يدوب 2.5 سنين، وفي أوروبا من 2 ل4، مع إن الأجهزة دي تقدر تعيش مستريح أكتر من كده بكتير. باحثين في جامعة ألتو في فنلندا عملوا أطروحة بتأكد إن النمط ده مش صدفة، ده نموذج ربح بيجبرك تدخل في حلقة شراء ما بتخلصش عن طريق حاجة اسمها الابتكار التدريجي. يعني يديلك فتفوت التطوير كل سنة بدل ما يديك النقلة النوعية مرة واحدة. ولو سيبنا الموبايلات ورحنا للعربيات هتلاقي اللعبة على المكشوف. معقول يعني إن غسالتك ضمانها أكبر من ضمان عربيتك؟ تقارير من مؤسسات تقيلة زي S&P جلوبال وموقع أوتو بلوج وضحت إن شركات زي فورد وجنرال موتورز بدأت تفرمل إنتاج العربيات الكهرباء في 2024 وتأجل موديلات جديدة علشان هوامش الربح بدأت تقل. والمثال الصريح كان من مجموعة فولكس فاجن اللي صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عنهم تحذير إن تأجيل طرح عربيات بورش الكهربائية هيأثر على أرباح 2025 ب5 مليارات يورو. بس هم مضطرين يمددوا في عمر مواتير البنزين والهجين علشان السوق في الصين والرسوم في أمريكا مش في مصلحتهم دلوقتي. يعني بيأجلوا التكنولوجيا علشان خاطر مصلحتهم. التكنولوجيا
بيتعمل لها إعادة جدولة علشان تخدم الميزانية، مش عشان تخدمك انت يا بني ادم، ولا البيئة طبعا، بلا بيئة بلا بتاع. حتى تويوتا اليابانية الكيوت الجميلة دي قلبها مش عليك يا مشتري، انت بالنسبة ليهم كيس فلوس مش اكتر. موقع الكتريك نقل تصريحات لمسؤول في تويوتا بيقول انهم هيأجلوا الاستثمار في الكهرباء لاخر لحظة. ومجلة تايمز وصفت استراتيجية تويوتا بانها لعبة غامضة، بتقول ان عندها بطاريات الحالة الصلبة المتطورة بس بتأجل طرحها علشان ما تخسرش مبيعات العربيات الهايبريد الموجودة حاليا. وكده كده التكنولوجيا وبراءاتها في التلاجة، فلما يجي وقت الكوتشينة تبقى تنزل بالولد وتقش. اللعبة بتوصل لحرب براءات الاختراعات. دراسة في مجلة ريسيرش بوليسي اتكلمت عن استراتيجية اسمها سياج البراءات أو فينسينج. الشركات بتعمل سور من براءات الاختراعات حوالين تقنية معينة، مش علشان تنتجها لا ابسوليوتلي، لكن علشان تمنع المنافسين يقربوا منها أو يطوروها، يعني تجميد للابتكار. والخوف الأكبر عند الشركات دي هو مصطلح كانيباليزيشن أو برودكت كانيباليزيشن، اللي هو إن المنتج ياكل نفسه. صحيفة فوربس أكدت إن الشركات بتخاف تنزل منتج جديد ويكون المنتج الجديد ده قوي فيقوم واكل مبيعات المنتج القديم اللي لسه بيكسب. فالحل إيه؟ خبي التكنولوجيا الجديدة في الدرج لحد ما القديم يجيب آخر. طيب إيه؟ كله ضرب مفيش شتيمة؟ الحقيقة الصورة مش سودة دايما، في تحركات سياسية. الاتحاد الأوروبي مثلا ضمن لائحة التصميم الإيكولوجي عايز يفرض شروط زي إن بطارية الموبايل تعيش 800 دورة شحن، والشركات توفر تحديثات ل5 سنين وأكتر علشان يكسروا عملية التقدم السريع دي. بس الحق يتقال، ساعات التأخير بيكون فيه خير وساعات بيكون له سبب تقني، مش كله مؤامرة. والمثال الشهير شركة لايت. الشركة دي عملت موبايل فيه كاميرات كتير في ظهره، هو شكله وحش بس سيبك من شكله. كل كاميرا من دول بتاخد صورة بلاير معين أو لاير محدد علشان يتجمعوا الصور دي كلها في صورة خارقة بتجميع البكسلات لكل التفاصيل اللي السنسورات دي لقطتها، وده بيسمى حاليا بيكسل بيننج. الفكرة كانت عبقرية وقتها، ما كانتش موجودة في أي حتة، بس الشركة استعجلوا ونزلوا الموبايل ده في السوق. ورغم عبقرية الفكرة لكن الجهاز فشل ذريع. طب ليه فشل؟ ما الناس محترمة هي ونزلت التكنولوجيا بدري. بص، انت لما بتعمل تكنولوجيا بتكون في معظم الأوقات بتعتمد على تكنولوجيا تانية، يعني الفكرة كانت خرافية، لكن علشان تجمع كم المعلومات دي في صورة واحدة انت لازم يكون عندك معالج صاروخي يحلل كل البيانات والألوان دي ويجمعهم ويعالجهم فيطلع لك صورة. ولأن معالجات كوالكوم وقتها ما كانتش قادرة تعالج كمية البيانات دي، فالجهاز كان كارثة وبطيء والبروسيسور مش قادر يعمل حاجة، فكانت النتيجة فشل ذريع. التكنولوجيا دي ما نجحتش غير لما جوجل استحوذت على الشركة وطورت الكمبيوتيشنال فوتوغرافي لما المعالجات بقت جاهزة. وده يعلمنا ان طرح تكنولوجيا اعتمادية، انها يعني بتعتمد على تكنولوجيا اخرى قبل وقتها، نتيجته خسارة كارثية. نيجي بقى للمفاجأة والحقيقة الصدمة اللي وعدتكم بيها. احنا مش عايشين في انتظار اختراع التكنولوجيا، التكنولوجيا موجودة بالفعل. شركات العربيات عندها نماذج لبطاريات بتمشي مسافات ضعف اللي موجود حاليا، وشاشات تلفزيون بتقنيات خيال علمي بس محبوسة في المخازن والإدراج. لأن لو نزلوا العربيات دي النهاردة، مين هيشتري عربية جديدة كمان 3 سنين؟ ومين هيشتري اللي موجود في السوق أصلاً من المنتجات القديمة؟ نموذج الربح القائم على تجديد الأسطول هينهار، وبالتالي الشركات هتفلس. هيطرح إيه بعد 2 3 4 سنين؟ حتى العربيات ذاتية القيادة واصلة لمراحل متقدمة جداً في المختبرات، بس القوانين والشوارع والرأي العام لسه مش جاهزين، فالشركات بتنزلها حتة حتة، مرة مثبت سرعة، بعدين مساعد حارة، وهكذا لحد ما العالم يجهز. يعني أخي البني آدم العزيز، في ظل النظام الرأسمالي العالمي الشركات بتتحكم في إيقاع التطور وبتطلق اللي يناسب مصالحها مش اللي وصل له العلم. التقدم الحقيقي متخزن في الإدراج وبيخرج بمعادلة معقدة بين الاقتصاد والسياسة والمنافسة. وهرجع للنقطة اللي كلمتك عنها في الأول، عن الحاجة اللي بتخاف منها الشركات، وهي إنها تنزل كل اللي في جيبها فيلقطوا عبقري ويشتغل عليه هندسة عكسية فيعلي عليه، وبدل ما تبقى مالك للتكنولوجيا
تلاقي نفسك بقيت في الصف الخلفي. والمثال هنا اوبن اي اي وجوجل وصراع الذكاء الاصطناعي. انت فاكر ان اضافه فسوه كل سنه او كل شهر او كل فتره ان حد قاعد بيطور واول ما المكنه تطلع قماش يقول وجدتها ويروح منزل التحديث؟ هو لا طبعا، الوضع مش كده، ولا في سباق بينهم ولا بتاع اصلا، والشغل بينهم تكاملي، والحاجه بيعلن عنها بالقطاره خوفا من الصين اللي قاعده مستنيه كل حاجه تنزل علشان يعلوا عليها بالريفرس انجينيرنج، الهندسه العكسيه. وعلشان كده التكنولوجيا الحقيقيه هناك فوق، بس احنا هنا تحت بناخد نقطة نقطة. الحقيقة والواقع الصادم اننا عايشين في ويتنج ليست، والشركات هي اللي معاها الريموت كنترول. والسؤال الحقيقي مش امتى هيوصل العلم، السؤال المرعب هو امتى الشركات هتقرر ان مصلحتها تسمح اننا نستخدم العلم ده. هما مش بيبيعوا لينا التكنولوجيا، هما بيبيعوا لينا الوقت المناسب لأرباحهم. لو موبايلك لسه ما فرقعش في ايدك ولا بطاريته نفخت وانت بتتفرج حاليا، يبقى اكيد لسه في وقت تعمل سبسكرايب وتشغل الجرس علشان لما يقرروا يفرجوا عن تكنولوجيا جديدة نكون اول ناس نقولك عليها. اشوفك الحلقة الجاية. سلام.